السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. هنتعرف في هذا الفيديو على موعد مباراة نادي الزمالك القادمة أمام نادي البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري المصري والقناة الناقلة. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على نادي أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات. وقد حقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في ريمونتادا بالمباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي في إياب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. وأغلق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدور المصري. لم يعرف فريق الزمالك طعم الانتصار في بطولة الدور المصري بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث فرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى، ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة الدور المصري. وفي الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين مرة أخرى بعد التعادل أمام المقاولون بهدف لكل منهما. على الجانب الآخر كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة والصفقات المتوقع أن يضمها إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات إذاعية: الفريق يحتاج للتعاقد مع مهاجم خلال الميركات الشتوي، ولكن هناك وقت كاف لاختيار الصفقات المناسبة للتعاقد معها في شهر يناير القادم. ويدخل نادي الزمالك مباراة نادي البنك الأهلي وهو في المركز 12 برصيد 2 من النقاط بعد أن لعب لقاءين لم يفز في أي لقاء، وتعادل في لقاءين ولم يخسر في أي لقاء، وأحرز لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 3 أهداف. ويسعى نادي الزمالك للفوز على نادي البنك الأهلي ليعوض تعادله أمام كل من بيراميدز بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى، والمقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الثانية. بينما يدخل نادي البنك الأهلي مباراة نادي الزمالك وهو في المركز 18 برصيد 0 من النقاط بعد أن لعب لقاءين لم يفوز ولم يتعادل، وخسر لقاءين ولم يحرز لاعبوه أي أهداف، وسكنت شباكه 3 أهداف. ويأمل نادي البنك الأهلي الفوز على الزمالك ليعوض هزيمتيه في الجولتين السابقتين، وكان نادي البنك الأهلي قد خسر أمام نادي بيراميدز بهدف نظيف في الجولة السابقة. ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي البنك الأهلي في المباراة المقرر لها 7 مساء السبت القادم الموافق 7 من أكتوبر باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدور المصري. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة نادي الزمالك ونادي البنك الأهلي في الدور المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. شكرا على حسن مشاهدتكم، تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.